السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتري دلوقتي ولا استنى الاسعار هتغلى ولا هترخص بعد العيد؟ صلى الله عليه وسلم. للاسف يا سيدي الفاضل، السؤال ده الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي فات واللي قبله اكتر سؤال جالي، سواء على الواتس، على الفيس، في اي وقت بيجيني دايما: يا شيخ ايه رايك الاسعار بعد العيد هيحصل فيها ايه؟ طب اسعار الموتوسيكلات، اسعار الموتوسيكلات انا ما عملتش فيديو اسعار الموتوسيكلات الشهر ده في اول الشهر، مع ان انا قلت كل اول شهر كده في اول اسبوع من كل شهر هنعمل تجديد لاسعار الموتوسيكلات، لكن انا لقيت ان نفس الاسعار هي تقريبا ما رفعتش، فما رضيتش اعمل فيديو عشان ما شتتش حد. تمام. ولكن لما لقيت السؤال كتير جدا الفتره اللي فاتت: نشتري ولا لا؟ ناس بتقول الاسعار هترفع اجري اشتري، ناس بتقول لك لا اصبر شويه. هقول لك يا سيدي، والله ما حد يعرف ليها حاجه، لان انا برضو ما رضيتش اعمل الفيديو ده الا لما سالت كذا واحد من التجار، يعني منهم تاجر لسه امبارح اول امبارح كنت عنده بقول له ايه رايك في الاسعار؟ قال لي والله انا سامع ان الاسعار بعد العيد هتنزل، فانا عشان كده ما جبت الشغل جديد، مش عايز اجيب بالسعر الغالي وابيع بالسعر الرخيص. ده كلام تاجر، وتاجر معتمد. واحد تاني لقيته بيقول لي على فكره ممكن هيبقى في تحريك في الاسعار بعد العيد. طيب ده تاجر معتمد وده تاجر معتمد، وكل واحد شايف السوق برؤيته الخاصة بفكره الخاص، محدش عنده الدليل ولا مش عارف ايه ولا اي حاجة خالص. فانت اللي بيكلمك بمصلحته الشخصية، يعني اللي هيقول لك برؤيته ومصلحته: الحق اشتري عشان بعد العيد ممكن الاسعار تغلى، فممكن يكون اصلا هو عايز يخلص من الكمية اللي عنده فبقول لك اشتري. واحد تاني بيقول لك لا يا عم اصبر الاسعار هتنزل بعد العيد، والله هو ما عندوش فمش فارقه معاه. تمام. فتسمع كلام مين الله اعلم، لكن نصيحتي انا بقى، نصيحتي معاك فلوس دلوقتي اشتري، والله نزلت او الخير على الكل، والله زادت يبقى انا اشتريت. تمام كده. لكن ان انا ااجل، التاجيل ما فيش فيه مصلحه، بل بالعكس. يعني مثلا هنقول حتى لو هترفع ايه الموتوسيكل 500 او 1000، ما تقولش انا اولى بيهم، لا اقول لك يا عم انت هتجيبه هترفع بعد العيد، يعني بعد اسبوعين ثلاثه هتكون انت اشتغلت وربنا وفقك وكرمك بيه. تمام. ما هي مش هترفع مثلا 20 30 الف جنيه، يبقى حاجه بسيطه تحريك بسيط. ده وجهه نظر انا، يعني اللي هي اصلا انا مش معترف بيها، ولكن وجهه نظري لاخواتي ان معاك فلوس اشتري دلوقتي، ما تبيتش الفكره لبكره، وسيبك من اللي يقول لك هتنزل هترفع الكلام ده. لا انا معايا اشتغل يوم بيومه، انا ممكن بكره ما يجيش اصلا. تمام كده. لكن ما معيش خلاص انت مضطر ان انت كده كده هتصبر، او هتجيب قسط يبقى انت مضطر ان انت هتصبر. فهمتني؟ لكن ناوي تشتري يبقى دلوقتي، خير البر عاجله. تمام. ده وجهه نظر انا. الاسعار تقريبا زي ما هي، ما رفعتش، عشان الناس اللي هتسال على الاسعار هي نفس الفيديو اللي فات بتاع الاسعار. لو عايز تعرف كل الاسعار هتلاقيها في الفيديو اللي فات ان شاء الله، واي تحريك ان شاء الله هعمل لك ايه فيديو جديد عن الاسعار باذن المولى. ده كده فيديو النهارده، فيديو خفيف لطيف. كل سنه وانتم طيبين، دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله.